يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش يا ست الكل تنوريني وتشرفيني باشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل الفيديوهات ان شاء الله تشوفيها اول باول، وتحطي لايك للفيديو ده ونسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. هنا بقى زي ما انتم شايفين، انا ما بقيتش عارفه اعمل ايه مع النمل يعني خالص. لا يعني انا ما بقيتش بصراحه عارفه اعمل ايه مع النمل. انا بحط بودره على قد ما انا بحط بودره، يعني انا تقريبا كده ببهدل الرخامه بالبودره والنمل ما بيموتش. يعني انا لسه حاطه بودره امبارح، فالطبيعي انه النمل يموت. هتقولوا لي اكيد في حاجه، يعني اكيد في فرافيت اكل ولا اي اكل على الرخامه. والله ما فيش اي حاجه، حتى الرخامه انا ما بحطش اصلا. آه يعني ما بحطش حاجات عليها، معالق، مش ديكورات، اي حاجه ما بحطهاش اصلا. الرخامه فاضيه زي ما انتوا شايفينها كده، ما بحطش اي حاجه. ليه؟ لان انا ما بحبش الكركبه. يعني ما بحبش الرخامه تبقى فيها زحمه، ما بحبش الرخامه تبقى فيها عليها حاجات كتير كتير، ما بحبش كده خالص. لا، الرخامه تبقى فاضيه علشان لما اجي اشتغل عليها اعمل اي حاجه ما اقعدش بقى اشيل واحط بقى ومش عارف ايه، وبتضايق انا من الجو ده اصلا يعني. مفيش اصلا على الرخامه غير السماعه اللي انتوا شايفينها دي، علشان يعني بصحى الصبح بشغل القرآن وكده. والغلايه، حتى كمان الغلايه عايزه اللهم صل على النبي، عايزه بتاع ده اسمه ايه، ملح ليمون، علشان اغسلها بيه من جوه يعني. احط فيها ملح ليمون وتغلي غلوتين ثلاثه كده علشان تنضف الستانلس بتاعها، ينضف من اللي هي القاعده بتاعتها تنضف. فانا ما بعملش فيها حاجه اصلا اليومين دول، ركناها علشان ما عنديش ملح ليمون. بنسى اجيب، يعني كل ما بنزل اشتري حاجات بنسى اجيب. فان شاء الله باذن الله لما انزل تاني هجيب ملح ليمون علشان خاطر الغلايه بستخدمها كتير. زي ما انتوا شايفين بقى، خلاص هنا غسلت الرخامه ونضفتها وظبطتها. هنا بقى كان جوزي هو جاي كان جايب مش عارفه ده ايه، انا مش يعني ده ايه، شهد؟ طب يعني بص، هو من مشتقات الشهد يعني، بس مش عارفة والله، ما عارفة. ممكن حد يضحك عليا، بس والله انا مش عارفة ده ايه. هو زي شهد يعني، كانتالوب. هو الشهد هو الكنتالوب. بصوا انا ما اعرفش، هو من مشتقات ال الشهد. خلاص بقى حطيتها في التلاجة. هكمل باقي الرخامة. همسح بقى السماعة زي ما انتوا شايفين، بحب امسحها كده والمعها وانضفها يعني. طبعا انا بعملها على طول، بس يعني يمكن اول مرة اصور معاكم تنظيفات في المطبخ يعني. ان شاء الله بصوا فيديوهات جميلة ان شاء الله باذن الله، في فيديوهات جميلة هتعجبكم بقى وعند الطيور، وبصوا فيديوهات جميلة جميلة ان شاء الله باذن الله يعني. هكمل بقى باقي الرخامة علشان عندي في معركة، والله في معركة هتشوفوها دلوقتي في المطبخ. هكمل بقى باقي الرخامة، امسحها وانضفها. شوية خل بقى عشان الرخامة بتاعتك تلمع، وربما الخل ما يخليش فيه نمل، يعني يمكن، مش عارفة، يعني احتمال برضو مش عارفة. ممكن حقيقي والله ما يعني النمل ما يجيش على على الخل. اكيد مش هحط فينيك يعني على الرخامة يعني، او اي حاجة تاني يعني، هو الخل يعني. خلاص هركن بقى كده السماعة على جنب، وهحط الغلاية بتاعتي برضو هنا وخلاص، مش هحط حاجة تاني. طبعا في حتة في الرخامة تحسوها سودة شوية كده، هي بصوا هي عاملة زي البقعة بالظبط كده، بس هي مش بقعة. هي في الرخام نفسه، يعني الرخام نفسه منقط في حتت سودة كده، فهي في الرخام نفسه. بس كده خلاص، ادي الرخامة بتاعتي زي الفل. هحط بس الكوبايات، علشان اهم حاجة الكوبايات عشان الكولمن يعني. الكوبايات البلاستيك بقى، بصوا انا احترت والله، والله احترت. انا احترت في موضوع الكوبايات. بدور على اصغر كوبايه موجوده في المحلات، والله كوبايات بلاستيك. كل ما اجيب كوبايات كبيره الاقي بقى العيال يملوا بقى الكولمن، والكوبايه تبقى مليانه يشربوا شويه صغيرين. طب انت بتملاها على الاخر قوي، طب ما اشرب يعني، املى على قد ما هتشرب. فعيالي كده بقى يملوا الكوبايه وهم مش هيكملوها ويملوها، وبعد كده الاقي الكوبايه تقع بقى على اي حاجه، تقع في الارض، تزحلق حد. بصوا اللي هو بهدله ميه بقى.
بصوا هنا بقى كنت شاريه يعني صابون وشويه حاجات كده، مش شويه حاجات يعني، كنت شاريه صابون ودوني وكلور بس. شاريه الصابون الازرق ده، الازازه دي عامله 25 جنيه. ما هو بص هو مش حلو، مش قد كده. انا اصلا كنت جايبه الصابون ده في يوم وده في يوم، يعني الصابون الاصفر والدوني والكلور في يوم، والازازه اللي انتوا شايفينها دي كنت جايباها في يوم قبلها بيوم، يعني قبل لما اجيب الصابون الاصفر ده قبلها بيوم. الازازه الزرقاء دي كانت عامله 25 جنيه، بس حاساها مش قد كده، مش اللي هي يعني. اما الصابون الاصفر ده انا بجيبه بقى من حد معين يعني، اللي هو ايه، اللي هو بجيبه في حد كده بيجي كل اسبوع، بيجي كده يوم الخميس. بيجي بقى جايب حاجات كتير، كل حاجة المنظفات كلها، كل حاجة تخص المنظفات بصوا كل حاجة والمطبخ وحاجات كتير قوي معاه، يعني زي محل بالظبط كده. هو تقريبا عنده محل وبيلف بقى بالحاجات دي، مش عارفة. المهم يعني ان الراجل ده بيجيب حاجات حلوة، يعني الصابون الاصفر ده احسن من الصابون الازرق ده بكتير. الرغوة حلوة وبينضف ومش خفيف ولا تقيل، اما الصابون الازرق ده خفيف. استعملت منه شوية زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم انا لسه كنت دلوقتي بغسل مواعين، ركنته واستخدمت الاصفر. بملى الجيركن الاصفر ده، بملاه تقريبا ب15 جنيه تقريبا، والله مش فاكره، بس هو تقريبا ب15 جنيه. بس انا عشان ما كانش معايا جيركن فجبت منه اكياس، يعني هو الكيس كيلو. جبت زي ما انتوا شفتوا كده، مش فاكرة كان 5 كيلو ولا 4 كيلو. المهم الأكياس اللي انتوا شفتوها، جبت في أكياس منه. هو أصلا بيبقى مجهز كده أكياس ووزنها يعني كيلوهات كده. فأنا جبت زي ما انتوا شفتوا كده، وجبت الدوني ده منه. ال3 أكياس دول عاملين 5 جنيه. برضو ريحته حلوة طبعا، الدوني سايب والصابون سايب. عايزه اقول لكم الحاجات السايبه دي احسن من حاجات الشركات برضو. ايوه حاجات الشركات هي حلوه مش وحشه، انا ما بقولش عليها حاجه، ولكن الحاجات السايبه دي برضو حلوه. ما هو ممكن تجيبي حاجات سايبه من حد مش مضمون فيديكي حاجه مش حلوه، او في صابون بيبوظ الايد. يعني انا اشتريت قبل كده، اشتريت صابون من حد، ايديا باظت خالص. حسيت ان ايديا بقت خشنه وسودت كده، ومش عارفه ايه اللي حصل يعني في ايدي نفسها وصوابعي من جوه. فالصابون لازم تشتريه من حد انت عارفاه. فالراجل ده صراحة بقاله سنين، انا من يوم ما اتجوزت وانا بجيب منه الصابون. بحس ان هو صراحة لا لا يعني غير اي حد بصراحة يعني. وهو طبعا بيلف معاه عربية، وبس انا يعني شاكة ان هو عنده محل، لانه اي حد بيلف في الشارع ما بيكونش معاه حاجات حلوة. يعني الناس اللي بتلف دي انا ما بحبش اشتري منها خالص، ولكن ده علشان احنا عارفينه وبقالنا سنين، بقى عشرة، بقالنا سنين بناخد منه حاجات منظفات وكده. يعني خلاص هو مشهور، حتى هو في المنطقة هنا هو مشهور أصلا إن الراجل ده حاجته كويسة. فتلاقوا بقى أول ما بيجي أنا بنزل أجيب حاجات منه على طول. فما شاء الله يعني حاجته حلوة. ربنا يرزقه يا رب كده ويرزق أي حد بيسعى لأكل عيشه، لأن طبعا أكل العيش صعب والدنيا بقت غالية اليومين دول. فحتى لو هو عنده محل، اكيد برضو هو يعني زي ما بيقولوا إيه، زيادة الخير خيرين. اللي هو مثلا لا انا عندي محل وبلف برضو ليا زبايني في اماكن تانية. فربنا يرزق الجميع يا رب كده، اللهم امين. بس هنا هحط السكر طبعا انا لازم احط السكر هنا، والشياله بتاعت المعالق دي او شياله المعالق ايه، الكوبايات قصدي. هنا بقى كده دخلت على المعركه اللي انتوا شايفينها. عايزه اقول لكم انا كنت غاسله مواعين، ودي يعني باقي مواعين. يعني انا غسلت اصلا مواعين وده باقي مواعين، يعني اللي انتوا شايفينه كل ده باقي، مش كمان مواعين اساسيه، ده باقي. هنا كنت بحط الكوبايات في الشايله بتاعت الكوبايات دي. ليه بقى؟ لان العيال لما بيشربوا من الكولمن، انا مثلا بكون حاطه الكوبايات مثلا في اي ضرفه من المطبخ، فما بيطولوش يجيبوا كوبايات، فبضطر ان انا اقوم يا ماما مثلا تعالي ماما هاتلنا كوبايات او كوبايه. فانا قلت لا انا هحط لهم الكوبايات كده. انا بقى طبعا حاطه كوبايات بلاستيك، انا اكيد مش هحط كوبايات صيني ولا يعني اي حاجه تاني، يعني اي انواع من انواع الكوبايات اللي بتتكسر.
لا انا حاطه لهم كوبايه بلاستيك علشان خاطر مش هينفع احط اي كوبايه تانية للكولمن، يعني كوبايه البلاستيك بتقع ومش عارف ايه. يعني انا عايزه اقول لكم كمان كوبايه البلاستيك هم مكسرينها، يعني البلاستيك والله العظيم كوبايات متكسره. فما بالكم بقى لما احط كوبايات ازاز صين اي حاجه، اي حاجه تاني بقى بتتكسر يعني. فمش هينفع. المهم آه هنا بقى انا كنت اليوم ده عامله ايه، كنت عامله محشي. كنت عامله محشي بس بص بقى تحفه كده. كنت عامله محشي ورق عنب ومحشي كرنب ومحشي فلفل وكوسه، وعملت بقى شويه ملوخيه، لان طبعا في حد من عيالي يعني ما باكلش المحشي، فانا عملت شويه ملوخيه و... وبس. والاكل كتير وما شاء الله. بصوا عايزه اقول لكم انتوا هتشوفوا بقى دلوقتي الغدا بتاعنا حاجه بقى كده عسل. بصوا احنا بقى ايه، من عشاق المحشي. يعني البيت كله بياكل محشي ما عدا شخص واحد بس في بيتنا ما بياكلش المحشي، ابني الكبير ما باكلش المحشي. فطبعا لازم يعني اعمل له اي حاجه. حتى يعني في الشتاء لما كنت اعمل محشي، وانتوا عارفين بقى الشتاء ابو المحشي، فلما كنت اعمل محشي في الشتاء كنت بعمل له ملوخيه ناشفه. طبعا الملوخيه الناشفه خلصت من عندي، لان كل اسبوع ممكن اعمل مرتين محشي، فانا بعمل ملوخيه مرتين في الاسبوع، ويمكن اكتر كمان. يعني يمكن مرتين تلاتة أربعة على حسب بقى ما هم ايه عايزين ملوخية. أصلا الملوخية دي أكتر أكلة بعملها مع جميع أنواع الأكل. وصراحة الملوخية بتبقى حلوة، بالذات الملوخية الخضرة بتبقى تحفة مع أي أكل. يعني عملتي بامية عادي تعملي ملوخية، عملتي محشي عادي تعملي ملوخية، عملتي كبسة عادي تعملي ملوخية، عملتي أي حاجة عادي إنك تعملي ملوخية. فالملوخية دي تحس إن هي إيه شغالة مع جميع أنواع الأكل، وصراحة إحنا بنحبها يعني. هنا بقى البوتاجاز بتاعي انا بعد ما طبخت على فكرة، يعني انا مبدله المقاطع. بعد ما عملت الاكل وخلصت كل حاجه، دخلت بقى على المواعين والرخام زي ما انتوا شفتوا كده، والبوتاجاز بتاعي. حد يقول لي العيون بتاعه البوتاجاز مش نظيفه. والله هي كده، هي مش عايزه تنضف على فكره. انا عملت معاها المستحيل اهو، لدرجه ان انا جبت سترس برضو بحط عليها سترس، هو زي ما هي كده. والمفاتيح برضو رحت قلت هديها غسلة كده، علشان لما نيجي نبدأ بقى في تنظيفات العيد يبقى كل حاجة كده سهلة. لسه بقى عايزة امسك في الفرن بتاع البوتاجاز وانضفه تنظيفة عميقة، يعني اللي هو بقى امسكه كده اسخن الفرن وارش بقى سترس. مش عارفة ده صح ولا غلط، بس انا هعمل كده ان شاء الله يعني، علشان يعني ينجز معايا. لان طبعا اي حاجة سخنة بتيجي تنضفيها بتنضف بسهولة، يعني بتبقى اكتر تنظيف سهل تنظيفها يعني. هنا بقى كنت جايبة شوية فراخ. انتوا عارفين طبعا ان انا بموت في حاجة اسمها طيور، فراخ، بط، اي حاجة اي حاجة، اي طيور انا بحبها. فكنت جايبة كده شوية فراخ زي ما انتوا شايفين، وما كنتش لاقية ما كنتش لاقية حاجة احط لهم فيها مية. فجبت غطا برطمان كده، وحطيت فيه شوية مية عشان هما كانوا عطشانين، ورميت لهم شويه اكل زي ما انتوا شفتوا كده. بس ما كانوا عندي في الشقه فوق على فكره. ما كنتش لسه نزلتهم تحت، وانا لسه ما نزلتهمش اصلا اللي عندي دلوقتي. انا لما بقالهم بتاع يومين ثلاثه كده، لسه ما نزلتهمش تحت، هنزلهم ان شاء الله. هنا بقى الاكل بتاعنا اهو. كنت عامله لحمه، وكنت سالقه نص كيلو لحمه، كنت اللهم صل على النبي. ادي المحشي كنت مسبكه له اهو، كنت محضره كل حاجه. على فكره ده يوم الجمعه اهو. ده الحاجة بتاعت المحشي اسمه ايه، محشي ورق العنب. ليمون وبصل وجزر وبطاطس وكده. وادي الكوسة والفلفل. وهنا الملوخية كنت غسلاها. بصوا كنت محضرة كل حاجة. وادي الخضرة بتاعت المحشي، وادي الرز كنت غسلاه، وادي ورق العنب كنت سلقاه، ورق الكرنب كنت عاملاه سلقاه وشايلاه، اصلا انا مفرزاه في الفريزر، فكل حاجة كانت جاهزة يعني. اهو وادي الليمون كنت مقطعاه شرايح اهو، شايفين. بحب احضر كل حاجه. وده بقى التقوير بتاع الكوسه، ما برمهوش، بحطه في الحله كده، واحط عليه مثلا الف بقى المحشي. بيبقى حلو، بيبقى طعمه حلو لو كلتيه، وبيبقى طعمه حلو برضو لو حطيتيه مع الرز، لو قلبتيه مع الرز كده، لو انت يعني بتعملي دايت وكده زي حالتي.
هو يوم ماشي عليه وعشرة لا على فكرة. هنا اتضحك عليا في ورق العنب، لما رحت اتسوق جبت ورق عنب فاتضحك عليا فيه. يعني هو مش عارفة، انا شفته حلو قدامي، رحت البيت لقيته مش عارفة الراجل بدله بكيس تاني، الله اعلم. وادي بقى الغدا بتاعنا. يا رب الفيديو عجبكم، اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.